طب يا جماعه ده حال كل مغترب. اول ما جينا تكمله لبقيه كلامي، يعني ان اول ما جينا خلاص عايزه انزل. الجرين اتاخر، الجرين طب هننزل ازاي؟ وبعد كده في ولاد، في حضانه، في مدارس، في تطعيمات، فحاجات كده كلها لازقه في بعض، تحس ان انت رجلك بتتسحب شويه بشويه، ما انتش عارف، دخلت في دايره ما انتش عارف تطلع منها، خلاص مستحيل. على فكره ده حال كل مغترب، ولكن احقاقا للحق يعني انا في حاجات هنا عملتها وخدت حقي فيها. لو كنت في مصر ما كنتش هعرف اعملها. يعني مثلا لما كنا في مصر زياره، جوزي تعب ورحنا المستشفى. انا على فكره مصر والله العظيم فيها دكاتره حلوين قوي 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 قوي، ولكن يعني مثلا دكتور رحنا له في المستشفى قال لا ده ما فيهوش حاجه وزي الفل، كان راح له بقلبه حلو، قال له انت زي الفل وتمام. مشينا سافرنا بعد اسبوع، يعني المهم تعب تاني، نفس الازمه تاني، رحنا للدكتور، الدكتور قال له انت عندك 3 شرايين مسدوده بنسبه 80%. انت عايش ازاي؟ انت لو طلعت من هنا لهنا هتموت. المهم طلعوا على دكتور قلب، دكتور القلب حوله على المستشفى. العمليه اتعملت في خلال يومين من غير ما يسالونا على ولا مليم، ما سالوناش على ولا مليم. بعد ما عمل العمليه قالوا لنا عايزين 150,000 دولار، بس بعد ما عملوا العمليه واطمنوا عليه وكل حاجه تمام وكل اللي فات ده كان ببلاش، ما دفعتش غير حق البارك بتاع العربيه. قلت لهم انا معيش فلوس، هدفع ازاي 150,000 دولار؟ قالوا لا خلاص يبقى انت كده من اللو انكم، والبلد اتكفلت بالمصاريف بتاعت العمليه. انا لو كنت في مصر، الدكتور اللي مشاه دوت على فكره لو كان قاعد اسبوع كمان في مصر، يعني هو ربنا طبعا اللي بيسبب الاسباب، لو كان قاعد في اسبوع في مصر وهو كده بقلبه واحنا اطمنا لكلام الدكتور كان زمانه مات، بجد كان زمانه مات. مش عارفه، يمكن كلامي ده، انا بتكلم بصراحه يا جماعه، يمكن لو كلامي ده ما ممكن يزعل حد، في كل حته ناس حلوه وناس وحشه، بس على الاقل في الفلوس كنت لو في مستشفى هخش مستشفى خاصه في مصر كنت هدفع مبلغ وقدره. العمليه ديت تشوفوا بقى، انا ما اعرفش كانت هتكلفني كام في مصر. تاني مره عمليه في ايده كانت متقطعه من هنا، مكنه كانت جايه عليها بالغلط. المهم الدكتور قال له لا ده انت ايدك دي مش هتنفع تاني، ده هنا في امريكا قالوا مش هتنفع تاني. المهم رحنا من الدكتور دوت، عمل اللي عليه، عمل العمليه وبداوا يعملوا له علاج طبيعي في ايده، كل ده برضو على حساب الدوله، ما دفعناش فيها حاجه. انا الحاجات ديت في مصر ما كنتش هعرف اعملها، ما كنتش هعرف ادخل في مستشفى خاصه كده. العيال بيتعلموا كويس في مستشفى، في مدارس كويسه، لو كانوا في دخلوا مدارس في مصر كل حاجه كانت هتبقى بالنسبه لهم مختلفه لو عاشوا هناك او عاشوا هنا. ف يعني يمكن الجرين اتاخر لسبب، يمكن ربنا اراد ان احنا نقعد هنا لسبب، زي يعني ما حدش يقول انا هعمل كذا المره الجايه، ما حدش يقول انا ناوي على كذا، لانك انت الخطه بتاعت ربنا اللي هو محضرها لك انت ما تعرفش هي فيها ايه، ما تعرفش خطه ربنا ليك ايه. فاللي يقول لك انا عايز انزل صدقه، هو فعلا بيبقى عاوز ينزل. غير بقى الناس اللي قعدت واستقرت هنا، يعني انا قعدت 5 سنين بعيط بس عايز انزل، وربنا اراد ان انا استمر واستنى. بعد كده بقى ولادي لما يكبروا ويستقروا هم مش عارفين هيحصل ايه، هقعد معاهم هنزل، مش هيبقى فارق معايا قوي يعني، لكن هم مش هيرضوا، مش هيوافقوا ان هم ينزلوا لان هم اتربوا هنا وعاشوا هنا. مش عايزه اطول عليكم، انا بس حبيت احكي لكم الحكايه باختصار، فربنا يهون على كل واحد غربته، ويا رب اللي عاوز يرجع، انا مش هقول لك ارجع، انا هقول لك استنى وفكر فيها من كل النواحي الاول، وشوف خطة ربنا ليك ايه. سلام.